الذي سيلعب كامل حظوظه في هذه المباراة، والهدف الأول في المواجهة للنادي القنيطري بالخطأ. النادي القنيطري يسجل الهدف الأول، تصبح النتيجة هدف ل0 للنادي القنيطري، هدف ل0 للكاك. لما كنا نتحدث عن الصعوبات التي تواجه الفتح الرباطي أو يستقبل أول هدف في مباراة اليوم بالخطأ دون نايف جارد، تصبح النتيجة 1-0 للنادي القنيطري في الدقيقة 16. هنا الإعادة، تلعبت كرة، كان خطأ في إبعاد الكرة، كان خطأ في إبعاد الكرة من نايف جارد، يسجل هدف ضد مرمى لتصبح النتيجة 1-0 في هذه المباراة. ستتغير مجموعة من المفاهيم، ستحضر سيناريوهات تختلف على ما كنا نتوقع في هذه المباراة بين النادي القنيطري والفتح الرباطي. كرة والحكم يوقف المباراة لإسعاف اللاعب المصاب نايف جارد. سمير عيش يعرف جيدا هذا الملعب، يعرف جيدا الأجواء التي تجرى فيها المباريات بملعب الفتح والذي ارتبط بالنادي خلال فترة سابقة. ضربة خطأ للفتح الرباطي، كرة في منطقة الجزاء بالراس، مشات بعيدة شوية، تتواصل من الطرف الأيمن من أيسي مانداو ما زال الكرة للفتح الرباطي، هذه إمكانية، كان بالإمكان أن يكون هدف تعادل. الفتح الرباطي يجرب حظه للمرة الأولى خلال الجولة الثانية وكان قريبا من تسجيل هدف التعادل. ضربة زاوية للفتح، الفتح سيلعب الكل خلال الجولة الثانية، كما حتى أولى سيبحث عن هدف التعادل وبعد هدف الانتصار. كرة مرفوعة، الجول يدور مراقبتنا. محمد النهيري على تنفيذ هذه المخالفة. تسديدة، جول هدف ثاني لفريق الفتح الآن، هدف ثاني من محمد النهيري، تسديدة بعيدة من مسافة طويلة جدا. بهذه الطريقة محمد النهيري باغت الحارس علي القرني، تسديدة في منتهى الروعة في مقص الأيمن للحارس علي القروني. محمد النهيري ممتاز، محمد النهيري الذي سيلعب كامل حظوظه في هذه المباراة، والهدف الأول في المواجهة للنادي القنيطري بالخطأ. النادي القنيطري يسجل الهدف الأول، تصبح النتيجة هدف ل0 للنادي القنيطري، هدف ل0 للكاك. لما كنا نتحدث عن الصعوبات التي تواجه الفتح الرباطي أو يستقبل أول هدف في مباراة اليوم بالخطأ دون نايف جارد، تصبح النتيجة 1-0 للنادي القنيطري في الدقيقة 16. هنا الإعادة، تلعبت كرة، كان خطأ. محمد النهيري على تنفيذ هذه المخالفة. تسديدة، جول ضربة زاوية للفتح، الفتح سيلعب الكل خلال الجولة الثانية، كما حتى أولى سيبحث عن هدف التعادل وبعد هدف الانتصار. كرة مرفوعة،
وجبة نو. في إبعاد الكرة، كان خطأ في إبعاد الكرة من يافاغرد، يسجل هدف ضد مرمى لتصبح النتيجة 1-0 في هذه المباراة. ستتغير مجموعة من المفاهيم، ستحضر سيناريوهات تختلف على ما كنا نتوقع في هذه المباراة بين النادي القنيطري والفتح الرباطي. كرة والحكم يوقف المباراة لإسعاف اللاعب المصاب يافاغرد. سمير عيش يعرف جيدا هذا الملعب، يعرف جيدا الأجواء التي تجرى فيها المباريات بملعب الفتح والذي ارتبط بالنادي خلال فترة سابقة. ضربة خطأ للفتح الرباطي، كرة في منطقة الجزاء بالراس مشات بعيدة شوية، تتواصل من الطرف الأيمن من أيسي مانداو مازال الكرة للفتح الرباطي. هذه إمكانية، كان بالإمكان أن يكون هدف تعادل. الفتح الرباطي يجرب حظه للمرة الأولى خلال الجولة الثانية وكان قريبا من تسجيل هدف التعادل.